السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. بشكر طبعا كل حبايبي اللي دخلوا ونوروني بالاشتراك في القناة بتاعتي. بجد ما اقولكوش بتفرحوني قد ايه لما بلاقي قناتي بتكبر باحلى اخوات. طبعا ولو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي او الفيديوهات ما تنسوش طبعا الاشتراك وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله لكم. وطبعا تدعموا اختكم باحلى لايك في الدنيا من احلى اخوات. نخش بقى كده نقوله لزياد، بجد ربنا يبارك فيك ويحفظك ويخليك لاخواتك بجد ويحميك. طبعا الاخ الحنين رزق يا جماعه ما شاء الله. طبعا كلنا نبارك لريماس واليوسف والنيره على النجاح ما شاء الله. زياد بيقول اللي هم اخواته نجحوا الحمد لله في الترم الاولاني وجابوا درجات كويسه. عشان كده زياد حب يكافئهم ويشوف كل واحد نفسه في ايه ويجيب لهم اللي هم عايزينه. طبعا ما شاء الله ريماس العسولة احسن حاجة بتحبها واحلى حاجة بتحبها اللي هو تحدي الدقيقة، اللي هو يوديها السوبر ماركت وتشتري بقى الحاجات الحلوة اللي هي نفسها فيها، شوكولاتات بقى وكاراتيهات. انتوا عارفين بقى يعني السن دوت بيبقى عايز ايه. طبعا زياد ما تأخرش عليها وداها وعملت التحدي وجابت كل اللي نفسها فيه. يوسف بقى ما شاء الله عليه بقى بيحب الرسم قوي قوي قوي. نزل جاب ادوات الرسم، قال له انا عايزك تجيب لي ادوات رسم بقى كده، واللوحه اللي هي ظهرها خشب وحاجات كده. وداه المكتبه قال له يعني انت كده تبقى مرضي ومبسوط، قال له اه. وفعلا راح جاي اخد يوسف ونزل بيه المكتبه وجاب له حاجات الرسم اللي هو عايزها. عايزه اقول لكم يعني ما شاء الله يوسف موهوب، لاني كان كذا مره ورينا الرسومات بتاعته جميله قوي قوي قوي، شكلها حلو ما شاء الله اللهم بارك. يعني هم لو ينموا الموهبه ديت كده في يوسف ممكن يعني يبقى رسام بعد كده، يخش مثلا عايز يخش بقى كليه فنون جميله، عايز يخش كليه هندسه اللي هي الديكورات. يعني في قدام منه كذا مجال لو هو حابب حته ان هي التصاميم او الرسم او الحاجات دي كده كلها. فربنا يكرمه يا رب كده ويوفقه ان شاء الله ويختار لهم الاصلح. طبعا نيره وداها جرين بلازا، كانت عايزه تجيب عبايه سودا بقى بما ان رمضان دخل علينا، عشان مثلا تنزل بقى بيها في رمضان وكده. فبس راحت بقى قعدت تدور وتلف في الاخر ما عرفتش تشتري حاجه. راح جاي عطاها فلوس وقال لها بقى انت بكره انزلي ولفي بقى زي ما انت عايزه عشان احنا تعبنا النهارده، وهاتي اللي انت عايزاه. فما شاء الله بجد ربنا يبارك فيك يا زياد ويصلح حالك يا رب كده، ويخليك كده ظهر وسند لاخواتك طول العمر كده يا رب. ونفرحوا بيك انت كمان يا رب ان شاء الله. وطبعا النتيجه بتاعته لسه ما طلعتش، انتوا عارفين عشان هو لسه معهد وكده او كليه لسه ما النتيجه بتاعته ما ظهرتش. ان شاء الله تنجح وتجيب مجموع كويس يا زياد ويتحقق كل اللي نفسك فيه. بجد والله هم يستاهلوا كل خير. وزياد كمان تحس ان هو بقى مسؤول وشايل يعني مسؤولية اخواته. اي حاجة دلوقتي اخواته محتاجينها او عايزينها بنلاقي طبعا زياد هو المتصدر في كل حاجة، هو اللي بيجيب لهم اللي هم عايزينه وبينزل معاهم يشوف طلباتهم ايه. طبعا بعد خلانهم كان الاول يعني زي ما انتم شايفين محمد وحسن هم المتصدرين في كل حاجة وبيجيبوا لهم كل حاجة. طبعا دلوقتي كل واحد بقى شاف حياته وكل واحد قاعد مع مراته وفي بيته بعيد عنهم. فما شاء الله طبعا راجل زياد بقى راجل وهو اللي ايه يشيل مسؤولية اخواته وربنا يبارك فيه. نخش بقى كده على برضو المقلب اللي كانت عاملاه الحاجة سعدية فيهم. والله هو مقلب بس في نفس الوقت برضو تحس ان هو يعني ايه نصيحة كده او بتكلم الاسر اللي هي دلوقتي بقت مفككه فعلا. كل واحد قاعد في الاوضه بتاعته ماسك التليفون وما يعرفش حاجه عن التاني. بيتجمعوا ممكن ساعات على الاكل او ممكن كل واحد ياكل اكله مع نفسه في الاوضه. الكلام ده كله اتفقت طبعا هي ويوسف ان هم يعملوا مقلب. ان هي قاعده عماله تعيط وزعلانه منهم ان هم سايبينها قاعده لوحديها وكل واحد قاعد في الاوضه بتاعته مع نفسه وماسك التليفون. طبعا كلهم اتجمعوا وما يقدروش على زعل الحاجه. وبتعيطي ليه يا حاجه وكده؟ قالت لهم انتوا كل واحد فيكم قاعد في الاوضه بتاعته ماسك التليفون وسايبني قاعده لوحدي. والله بجد عايزه اقول لكم في الحته دي بجد صعبت عليا قوي قوي قوي. بعد ما كان البيت كله ملموم حوالين منها في الفيلا حسن ومحمد وعيال محمود. حسيت اللي هي يعني المقلب دوت فعلا هي حاسه بيه بجد ان هي بقت لوحديها.
ان هما برضو دلوقتي اولادهم الزياد عندهم دروسهم والمدارس، وبقى يقعدوا في الاوض بتاعتهم طبعا عشان النت والكلام ده كله. والحاج بيقول لها وانا بسيبك، ما انا بقعد معاكي على طول يا حاجه، بس كنت بتفرج على الماتش ومش عايزه اعمل لك دوشه. بس والله بجد يعني كان حابين قوي، وهي كانت دايما الحاجه تقول ربنا ايه، يا ما يحرمنا من لمتنا كده هوت مع بعضينا، لان هي حابه طبعا كان عيالها يبقوا معاها. لان لو تفتكروا اما اخدوا الفيلا الكبيره، كان محمد وحسن بيقول دي اوضه لمحمد هيتجوز فيها، ودي اوضه لحسن هيتجوز فيها. يعني كانوا هم حاطين في حسابهم وفي اعتقاداتهم ان هم هيتجوزوا مع الحاجة في قلب الفيلا، ويبقوا كلهم عايشين في بيت واحد. بس طبعا دوت ما حصلش، وكل واحدة بتبقى عايزة تبقى ليها خصوصية مع نفسها. وطبعا زي ما انتوا شفتوا كل واحد اتجوز في فيلا مع نفسه، بس كانوا برضو جنب بعض، وكانوا كل يوم بيتجمعوا عند الحاجة. بس بقى ما تفهمش، كل واحد طبعا شاف مصلحته بقى، واللي سافر دبي واللي سافر اخد فيلا. طبعا بقى كل واحد شاف حياته وشاف مصلحته، ودي سنة الحياة برضو، يعني ما نقدرش نقوله غير كده، اللي كل واحد برضو دي سنة الحياة، وكل واحد لازم يعيش حياته بقى بالطريقة اللي ايه اللي تعجبه. محمود بقى في فيديو تاني كده هينزل لكم ان شاء الله. محمود جه زيارة للحاجة، وعايزة اقول لكم هي كانت فرحانة بيه قوي قوي قوي، هو وعياله، وملوا البيت عليهم، وهي فعلا بتقول ده انتوا وونستونا ومليتوا البيت علينا وعملتوا صوت وحركة كده في البيت. عايزه اقول لها يا حاجه والله بجد يا ريتك فضلتي في الفيلا قريبه من محمود. عايزه اقول لكم كان محمود وسحر ما كانوش هيسيبوا الحاجه، كانوا كل يوم هتلاقوهم عندهم. وكان كمان محمود هيعمل تصوير غير دلوقتي، يعني كان كل يوم محمود ممكن يصور هو وسحر في قناتهم. غير دلوقتي هيلاقوا محتوى، سحر هتخبز مع الحاجه، بتعمل اكله مع الحاجه، عارفين كانت بتونس الحاجه كده هوت، وبيعملوا حاجات مع بعضهم. فكنتوا هتلاقوا محمود وسحر بيصوروا اكتر من دلوقتي. فطبعا احنا بنقول لهم ربنا يصلح الحال ان شاء الله، ويلم شملكم كده واللي فيه الخير ربنا يختاره لكم يا رب. طبعا الوش الجميل دوت اللي انتوا شايفينه، وش محمد حوارات لابسه عشان كان عايز يعمل مقلب في يحيى اخوه، ان هو يفجعه يعني او يخوفه، بس ما شاء الله يحيى ما تهزش ولا اتأثر ولا اي حاجة. تحس ان محمد بيقلد حمدي، يعني في الوش اللي هو كان لابسه دوت فيه شبه من الوش اللي كان حمدي لابسه، فاكرين لما كان راجع من العمرة، وبيخوف برضو الاولاد وكده. طبعا هو يحيى دلوقتي في الامارات عند محمد. مش عارفين بقى محمد ده بيقول فيه مفاجأة، كانوا متصورين كده عند برج خليفة، ما شاء الله كانت صور جميلة. وطبعا بنقوله اول حاجة لآلاء كل سنة وانت طيبة، وعقبال 100 سنة كده يا لولو، في سعادة وهنا وصحة كده وستر وراحة بال، وتقومي بالسلامة كده وتجيبي بيبي ان شاء الله سليم وعافى يا رب. وطبعا هي كان عيد ميلادها، فمحمد بيقول استنوا بقى مني مفاجأة جامدة قوي قوي، هو هيعمل مفاجأة لآلاء، وهو ويحيى وآلاء هيعملوا مفاجأة للمتابعين، فاحنا مش عارفين بقى، بس على الله يقولوا لنا، لان بيقعدوا يقولوا في مفاجآت في مفاجآت، وفي الاخر بيعشموا المتابعين، وفي الاخر بيطلعوا ما بيقولوش على المفاجأة، لان بيبقى ساعات بقى بيزنس شغل سفر. بس هما طبعا مش كل حاجة بيطلعوا يقولوها. بس نرجو يعني من يحيى هو ومحمد المرة دي، لاني برضو يحيى وعد المتابعين بتصوير كتير قوي على قناته، وعلى مفاجآت كتير قوي برضو ما نزلهاش. فاحنا بنقوله بقى يعني لمحمد كده ويحيى، يا ريت فعلا لو في مفاجأة تعملوها تنزلوها. وتتوقعوا بقى انتوا كده المفاجأة اللي محمد عاملها لآلاء ايه؟ ممكن يحتفل بعيد ميلادها مثلا في حتة يعمل لها مفاجأة عيد ميلاد، هو دوت اللي انا بتوقعه. طبعا ديت هي كانت عاملة عزومة فسفور كده بقى، وجمبري وكابوريا وصبيت ما شاء الله كده ليحيى. كانوا عازمين، انتوا عارفين آلاء شاطرة بتعمل السي فود وبتعمل الأكلات الحلوة دي، حتى كان محمد ما بيحبهاش، هي ما شاء الله عليها عودته وعلمته يعني يحبها وياكلها وكده. بقول لكم بقى انتوا تتوقعوا محمد فعلا يعمل مفاجأة لآلاء، يعمل لها عيد ميلادها مثلا في حتة كده كبيرة وشيك، او يجيب لها مفاجآت او كده؟ في ناس عمالة تقول اللي هو ممكن يجيب لها اهلها، فمش عارفة، مش حاساها، يعني مش حاسة اللي هو ممكن يعمل لها مفاجأة ويجيب لها أهلها يعني في الوقت دوت. أنا بقول ممكن مامتها تجيلها لو هتقرب تولد، وهتولد في دبي، مش هتنزل تولد في مصر. فاحنا مش عارفين، بس أنا بقول يعني الهدية أو المفاجأة اللي محمد عاملها لآلاء،
ان هو هيعمل لها عيد ميلادها او يحتفل بيها في مكان، وهيجيب لها هدية كده قيمة. هو دوت اللي احنا بنتوقعه. طبعا ويحيى بيلعب مع تالين، مع توتا القمر الجميلة ديت، ما شاء الله، ربنا يبارك فيها يا رب ويحميها ويحفظها. فطبعا احنا قاعدين مستنيين وهنشوفوا بقى ايه المفاجآت اللي محمد وعدنا بيها هتكون ايه. وبنقول لك تاني كل سنة وانت طيبة يا لولو، وعقبال 100 سنة، وان شاء الله كده السنة الجاية يكون معاكي بقى توتة ومعاكي البيبي الجديد كده، وتكوني في احسن حال وبصحة وخير. طبعا دوت يا حبايبي الفيديو بتاعنا النهارده، اتكلمنا فيه عن حاجات كتيره، يا رب يكون عجبكم. وما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله لكم. ما تنسوش كده تدعوا لاختكم بصلاح الحال ليا وليكم. وبشكركم تاني لكل متابعين اللي دخلوا ونوروني بالاشتراك في القناه. هتوحشوني واستنوني في فيديو جديد. مع السلامه، سلام.